بيكم يا حلوات وأمارات، نورتوني في فيديو جديد في قناتنا اللي هي متخصصة كل اللي يهم المرأة: جمال، صحة، بيت، شعر وكل حاجة. النهاردة في الحلقة العاشرة من برنامج العروسة. عارفة بقى لي فترة ما نزلتش حاجة في برنامج العروسة، بس كنت بحاول أحضر حاجات تبقى فعلا حلوة وتستاهل إن هي تتحط في برنامج العروسة. النهاردة هنزل كورس التفتيح لعشبة النيلة الصحراوية اللي سبق واتكلمت عليه، اللي لو مشينا عليه هنلاحظ تفتيح ممتاز جدا في كل جسمنا، مش بس في المناطق الداكنة، بس في الجسم كله. واللي اول مرة هتشوف هشرح لك بس برنامج العروسة ده برنامج خصصناه للوصفات اللي لازم او اللي هتحتاجها كل عروسة عشان تجهز نفسها للفرح قبل الفرح، عشان تبقى جميلة وحلوة ومنورة كده من غير لا ميك اب ولا اي حاجة. تضمن البرنامج فيه وصفات للتفتيح البشرة، الجسم، طريقة الحمام المغربي، زيوت للشعر، الهالات السوداء، توريد الخدود، الاسنان، حاجات كتير، حمام البخار للبشرة، وكل حاجة ممكن نحتاجها كعرايس او لو حتى مش عرايس عشان بس نهتم بنفسنا. الفيديو النهاردة زي ما قلت كورس النيلة للتفتيح. سبق ونزلت فيديو واتكلمت فيه عن النيلة وايه هي وايه فوائدها وجايه منين وايه الفرق ما بينها وبين الزهرة، لان بنات كتير بيقولك النيلة ايه ده الزهرة اللي بنغسل بيها الهدوم وكده. لا، مش هي، الفرق شاسع جدا. هخلي لكم لينك الفيديو كمان تحت، اللي حابب يرجع يشوف ويتعرف عليها ويتعرف على فوائدها. نزلت قبل كده ماسك النيلة للتفتيح البشرة وممكن برضو نعمله للجسم، وهخلي لكم اللينك تحت. النهارده هنتكلم على كورس التفتيح للجسم كله اللي هو اللي بنعمله، وممكن نلاحظ الفرق من 3 أسابيع. تفتيح هايل طبعا لو التزمنا، وطبعا بعد الماسك لازم نعمل الحمام المغربي بالطريقه الصح اللي سبق ونزلتها لكم تحت. برضو هخليكم لينك الفيديو فيه كنت شارحه فيه ازاي نعمل الحمام مغربي ومكوناته، وازاي نجيب مكوناته تبقى اصليه، وازاي نعمله بالطريقه الصح. كل ده هنشوفه النهارده في الفيديو. هنشوف كورس التفتيح وازاي هنعمله وازاي نمشي عليه، ونصايح كتير عشان نحصل على بشره تبقى نظيفه وتبقى افتح بدرجات كتير من اللي كانت عليه. خليكم معايا. لاول مره تتفرج عليها ما تنسيش فيه تحت زرار احمر نضغط عليه عشان نشترك في القناه، وهيطلع لنا جرس برضو نضغط عليه عشان كل ما انزل حاجه جديده يطلع لكم نوتيفيكيشن. ما تنسوش اللايك، بتتفرجوا وبتنسوا تعملوا لايكات، ما تنسوش اللايك والكومنتس اللي فيهم اقتراحاتكم وارائكم، والشير مع اصحابكم عشان كلنا نستفيد. المكونات يا بنات، مكونات الوصفه اللي هنعمل النهارده زي ما انتم شايفين. نحتاج في اول حاجه هنحتاج معلقه كده. انا النهارده بس عشان اقول ملاحظه كده هخلط بس كميه صغيره عشان بس هعمل على ايدي، بس لو هنعمل على الجسم طبعا هنزود المقادير. اول حاجه هنا عندي معلقه صغيره من النيله باودر، تمام. وهغتنم الفرصه وهتكلم على النيله الباودر. هي بنات كتير بيسالوني بيقولوا لي هي شكلها ايه او نعرف ازاي ان هي اصليه. اولا من السعر، ماشي، سعرها هي النيله بتتباع بالجرام. النيله دي بصوا انا بس حطيت منها، اخدت احط منها بتعلم في ايدك، بس لو غسلتي بيروح الزرق ده عشان تتاكدي ان ده مش صبغه او اي حاجه. تاني حاجه بالنسبه للنيله ممكن تبقى برضو مش باودر، يعني بتبقى مكعبات، بتبقى بالشكل ده، تمام، بالشكل ده. لان انا شفت بنات بيوروني حاجات غريبه عجيبه بيبقى شكلها كده يا بنات ازرق وجامده يعني ويفضل يستحسن ان احنا نجيب الباودر احسن عشان تبقى ايه سهله معانا في الوصفات. تمام. هنحتاج زي ما قلت انا هنا عامله معلقه بس صغيره. هي لو اصليه مش هتحتاجي اكتر من معلقه كبيره لو هتعملي جسمك كله، وهتبقى كتير يعني، تمام. هنحتاج هنا، انا عندي هنا غسول ابيض، معلقه غسول ابيض اللي ممكن نعوضه بالنشا. غسول ابيض هوريكم شكله، اللي هو الشكل ده غسول ابيض بيبقى عندنا في المغرب. اللي مش لاقيه بنعوضه طبعا بالنشا اللي بيقوم بنفس العمليه. وهنحتاج هنا لحليب طازج، ماشي. انا عامله بس نص كوبايه عشان مش هعمل كميه كبيره. طبعا زي ما قلت لو هنزود الكميه هنزود. انا هنا عامله معلقه صغيره، لو هنعمل جسمنا كله نعمل معلقه كبيره. ده انا عامله معلقه صغيره، لو هنعمل جسمنا كله هنعمل معلقه كبيره. انا حاطه هنا نص كوبايه، لو هنعمل جسمنا كله هنعمل كوبايه او تمام. هنا عندي هنحتاج برضو لماء الورد، اوكي، ماء الورد نفس كميه الحليب. وهنحتاج لصابون دوف مبشور
انا بشرته هنا وجبت لكم برضو الحته عشان نشوفها. دي هي مكونات الماسك بتاعنا بتاع النهارده. هزيح بس الحاجات هنا وهجيب حاجه ابدا احط فيها. احط النيله بتاعتي او النيله الزرقاء مش النيله بتاعتي وهحط، انا عارفه ان اسمها غريب زي ما سبق ووضحت، بس احنا النيله عندنا مش بتاني نفس الحاجه في المغرب. هنحط الغسول ابيض او النشا على حسب احنا هنستخدم ايه. تمام. هنزل عليهم الصابونه دوف. صابونه دوف برضو معروفه ان هي مرطبه وجميله قوي. تمام. احاول اخلطهم مع بعض. بعدين هنزل عليهم الحليب واحده واحده عشان ايه، بس احنا عايزين الخليط يبقى كريمي عشان نعرف نعمله على جسمنا كله. انا تقريبا المقاس ده هيديني ان انا اعمل اكتر من ايدي. وبعدين هزود ميه الورد واخلط كويس. الخليط ده اللي هنحصل عليه باللون ده وبالشكل ده. تمام. اخلط بس كويس لغايه ما يدخلوا في بعض كويس. هطبقه على جسمي كله، جسمي كله. تمام. على الجسم كله. وهقعد بيه، يا اما هعمله بالليل هو هيبدا ينشف، هلبس هدومي وهنام بيه لغايه الصبح واعمل الحمام المغربي، يا اما هعمله الصبح وبالليل اعمل الحمام المغربي. والحمام المغربي سبق وقلت انا اشرت ليه، فهبقى احطه لكم تاني تحت لينك الفيديو تاني. اللي مش عارف الطريقه يرجع يشوفها هيعرف. نبدا بقى ايه. انا هعمله على ايدي. هجيب بس منديل سوري. تمام. وهحط على جسمي كله. انا هحط لكم على ايدي، بس دايما بحب اجرب معاكم الحاجه عشان نتاكد ان هي سليمه وما فيهاش اي حاجه، وان انا نفسي بحطها على جسمي. النهارده هكتفي ان انا اعمل بس ايديا بالشكل ده. صدقوني لو داومنا عليه زي ما قلت في 3 أسابيع هلاحظ تفتيح جميل. وممكن اعمله، نسيت اشير ان احنا نعمله من مثلا 2 أو 3 في الاسبوع كده عشان نحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها. ندهنه على جسمنا كله بالشكل ده هو شوية وهيبدأ ينشف. انا ساعتها لما ينشف اسيبه. تمام. اقعد بيه بقى ايه، يا سواء من الصبح او بالليل، او اقعد بيه لغاية يوم تاني يوم واغسل. يبقى شكلها بالشكل ده وبتدي تفتيح فعلا جميل جدا 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 ورائع، وبيعتمدوا عليها جدا في المغرب. بنعتمد عليها كتير خصوصا العرايس اللي يعني مثلا استدركهم الوقت ومش قادرين، او طبعا كل عروسه بتبقى عايزه تبقى جميله وجسمها حلو في الاول. فبنصحكم بيها فعلا وهي جميله. ومش بس كده، لو شفتوا الفيديو اللي اتكلمت فيه على التفتيح عليها، مش بس بتفتح، لو في اي ترهلات بتشد ترهلات، بتنعم، بترطب، جميله وممتازه جدا للايد للبشره. انا هسيبها بقى ايه، هسيبها فتره كده لغايه ما تنشف وبعدين اغسل. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده وحلقه النهارده من برنامج العروسه تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بالكومنتات وباللايكس. ولو في اي تعليق او اي حاجه عايزيني اعملها او اتطرق ليها، ما تخجلوش تقولوها لي. وما تنسوش لاول مره تتفرج عليا او بتتفرج عليا ولسه ما اشتركتش، تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله مع كورس تاني ومع حاجات تانية. زي ما قلت دلوقتي في مفاجآت جاية ان شاء الله، في الطريق مفاجآت حلوة. اشوفكم على خير وباي باي.